بعد صافرة التتويج، لقطة مختلفة سرقت الأنظار. طارق السكتيوي، الرجل الذي قاد المغرب إلى منصة التتويج، يضع على رأسه طاقية والده. إرث عمره 60 عاماً. اللاعبون لم يروا فيها مجرد طاقية، بل رأوا فيها الأب الذي احتضنهم، فدعبوه بحب وكأنهم يداعبون والدهم. هي لحظة أكبر من كرة القدم، لحظة تختصر التربية المغربية، الدفء العائلي والجذور التي لا تنقطع. رسائلها عميقة: البر بالوالدين أحياء كانوا أو راحلين، ثم قيمة أن يكون المدرب كالأب داخل غرف الملابس، عندها تأتي النتائج بما يفوق التوقعات. شكراً طارق السكتيوي، شكراً لاعبي المنتخب المغربي، وهنيئاً لنا بهذا التتويج المستحق.